عايزين نتكلم بقى عن بعض الاطفال اللي عندهم شره. ايه الادويه او ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها للاطفال اللي عندهم شره؟ للاسف في بعض الحالات بيبقى في اطفال عندهم شره. الاطفال اللي عندهم شره دي للاسف مشكله الشره او بنسميها في العلم اسمها بنج ايتنج. مشكله البنج ايتنج دي ان الطفل ما بيشبعش، بيقعد ياكل ما يشبعش، يقوم من وجبه كامله كبيره جدا وياكل كل حاجه، تكون وجبه غدا مثلا محترمه فيها كل العناصر الغذائيه وفعلا ما بيشبعش. طب المشكله دي اساسها ايه؟ للاسف اساسها نفسي. يعني قد يكون الطفل ده هو حاسس ان هو لا اما مرفه بشكل اوفر، فبالتالي هو بقى عمال يتدلع ويبقى عايز اكل بزياده، او العكس تماما هو ما حدش بيهتم بيه، فبالتالي هو بيطلع القرف بتاعه او الضغط النفسي اللي هو عنده بيطلعه في الاكل. طيب الاطفال دي نتعالج معاها ايه؟ اول حاجه محتاجه تعامل نفسي، سواء انت بقى هتوديه حد اخصائي هيلث كوتشنج مثلا، او انه حد اخصائي نفسي او اخصائي تعديل سلوك يبدا يتناقش معاه ويشوف ايه المشكله اللي اصلا بتسبب له مشكله الشره دي. تاني حاجه، طيب انا كاخصائي تغذيه هشتغل معاه ازاي؟ هبدا اديله، يعني لو هو هياكل هبدا ادخله الاصناف اللي مش سهله الاكل. يعني بدل ما انا بديله عيش ابيض هديله عيش سن، بدل ما اديله عصير هديله فاكهه، بدل ما اديله لحمه مفرومه هديله لحمه صحيحه. ليه؟ عشان الحاجه تاخد وقت وتاخد مجهود وتبدا ايه، تملى اكتر الدنيا عنده، فيبدا احساس الشبع عنده بالتدريج يبدا يحصل. عايزين نبدا طبعا نبعد خالص عن الحلويات والايه والحاجات دي، ونبدا نستبدلها بحاجات صحيه زي المكسرات او زي حتى الفول السوداني او الفشار اللي فيها الياف عاليه، فتبدا تعمل حاله امتلاء للطفل ده. ف زي ما احنا بنتكلم دلوقتي هنمشي في سكه، يعني تقريبا 3 سكك احنا بنتكلم عنهم. سكه ان احنا هنبدا نوديه حد اخصائي يتعرف على المشكله دي. السكه الثانيه هنبدا نغير الاصناف اللي احنا بناكلها له، بدل ما اصناف سهله الاكل والبلع نديله حاجه صعبه الاكل والبلع عشان يزهق منها وما يبقاش ايه كل شويه عايز ياكل. ثالث حاجه هنبدا ندخل بعض الادويه زي الالياف اللي ممكن تعمل حاله امتلاء، زي الياف الرده، زي الياف البسيليوم، بعض الالياف اللي بتتشرب وبتشرب معاها شويه ميه فبتبدا تملى المعده، فيبدا الطفل يحس بالامتلاء فما يبقاش على طول جعان.